مرحبا بك. مرحبا. محمد بن نور، إعلامي وناشط سياسي، وعندي مسيرة كبيرة في من ولاية من تونس. تونس. نحكيو على الإعلام العربي. يتحكم أو متحكم فيه من طرف قوى غربية عالمية. طبعا متحكم فيه. الإعلام العربي الآن معناها فضيحة. إعلام يخدم معناها الأجندة الصهيونية، يخدم الأجندة الأمريكية الغربية اللي عندها أهداف في المنطقة نتاعنا المغاربية والعربية، ووصلوا تسربوا لتونس عن طريق برلسكوني ونسمة وغيرها وغيرها وغيرها. يعني قولوا احنا ذوما راهم زاد يخدموا على ارواحهم، يقول لك نخدم على ارواحهم. يخدموا ربي يعينهم. لكن أنا شكون ما يعرفش أنه برلسكوني وراه بعث قناة نسمة طارق بن عمار على مسؤوليتك. اي على مسؤوليتي. طارق بن عمار الدور اللي لعبوه وقت الانتخابات، السونداج، صبر الآراء بيدو في يد القوى الصهيونية، القوى الأمريكية. فما انتخابات في العالم أجمع، في أمريكا، في فرنسا، في تونس، تمشي بدون الفوت توتيل، معناها التصويت الملزم. اي لا، ما فماش هذا الكل. هل فما قوى خارجية عندها أهداف خاصة ضد معناها مصالح العالم العربي، ضد مصالح المغرب العربي، ضد مصالح تونس. احنا ضمن المغرب العربي، ماناش خارج المغرب العربي. فما تخدم وتسربت في السنوات هذه عن طريق بعض قنوات اللي بعثوها وكانوا وراها. انت زاد كانت عندك تجربه في مؤسسات عالميه هكا. انا عملت باش نوريك كيفاش التدخل الاجنبي في الاعلام وكيفاش الاعلام حتى في اوروبا مش حر. انا عملت تربص في 1 جوان 1975 في جريدة لوموند، معناها جريدة الفرنسية، جريدة كبيرة. واطلعت في وسط الجريدة، عملت شهرين في وسط جريدة لوموند، اطلعت على كيفية تسير الجريدة من الداخل، أنه ما يكتبوا حتى مقال. وباش نعطيكم حجة، حتى مقال على المغرب العربي، على مصر، على الشرق الأوسط، على الخليج، على العربية، البلدان العربية الإفريقية كذلك، فهمت؟ إلا بتنسيق محكم. أنا الصحفيين اللي في السيرفيس اترونجي نتاع جريدة لوموند قبل ما يعطيوا المقالة نتاعهم للمطبعة نتاع لوموند، اللي أنا كنت في ستاج في طرابلس عام 75، لما يمشيوا للكي دورسي اللي هي وزارة الخارجية ويقعدوا مع الموظف اللي من مشمولاته معناها المكان الجغرافي، تونس ولا مصر وما يكتبوا الا في وزارة الخارجية. هذه في وزارة الخارجية. فرنسية. ها باش نعطيكم فرنسية الكي دورسي. ها باش نعطيكم حاجة عشتها. 78 الخميس الأسود، وقداش ناس ماتت، والاتحاد معناها وقع سيطر عليه وحطوا قيادة منصبة فيها تيجاني عبيد ونحاول الزعيم الحبيب عاشور ونحاول القيادة الشرعية. فكانت الصحافة الأجنبية الكل هوني في شارع بورقيبة، وتجيني المكتبي وقت وليت رئيس تحرير جريدة الراي، وجريدة الراي اللي صدرت عام 77 في ديسمبر 77، وأحداث جانفي جات في جانفي 78. يجيوني ويقعدوا بحذايا، والتضامن كامل مع اتحاد الشغل شيء كبير. خلينا في اللوموند. لا مازال باش نعطيك هذا النقطة اللي بها الفايدة. عام 84 الحبيب عاشور دخل الحبس، والقيادة الشرعية نتاع الاتحاد في الحبس. حتى كلمة في الصحافة الفرنسوية على عاشور ولا تضامن ولا حتى شيء. رجع مشيت أنا كي رجع للقيادة. لا كي رجع
بعد لا رجع القيادة عاودوا لما محمد مزالي في عهد محمد مزالي دخلوا للحبس عام 84. اي عام 84 دور الاتحاد كله وقع اغلاقها من طرف وقت الحكومة اللي ترأسها المرحوم محمد مزالي، وفما حتى كلمة في الصحافة الأجنبية. فأنا تسألت ومش وقتها جاتني معناها سفرة إلى باريس، ومشيت لإدارة لوموند بصفتي عندي علاقة مع صحفيين غديكا، وتوصلت باش نقابل مدير الجريدة جاك فوفي فاكر وقتها عام 84. شنو هو سؤالك وشنو كان جوابك؟ السؤال نتاعي شنو عجب 78 تضامن كامل مع لحب عاشور، واستنكار لايقافه، واستنكار لك الاحداث اللي صارت والموتى وش بيكم 84 هاو نفس القياده حبيب عاشور في الحبس، والزملاء في المكتب التنفيذي في الحبس، وحتى كلمه ففسر لي وكتبت هذا راهو في جريده لابريس توا يجي عام ونص كتبته بالتفصيل، خاطر هو وقت اللي جاوبني جاك فوفي قال لي باش نعطيك سر تحتفظ به بنفسك وما تقول ما تكتبوش. قال لي رانا عام 78 احنا ضد الهادي نويرة، وعندنا شخص كنا عام 78 ايش؟ شكون ضد الهادي نويرة ويحبوا يطيحوا الصحافة الفرنسية، فرنسا الكي دورسي وزارة الخارجية، الدولة الفرنسوية ضد الهادي نويرة، عندها مرشح باش يخلف بورقيبة ماهوش الهادي نويرة، وبورقيبة وقتها مرشح الهادي نويرة هو اللي باش يخلف. فقال لي اليوم الشخص اللي كنا مرشحينه مريض مرض عضال ماهوش باش ما عندوش معناها حتى امل باش يعيش، معناها بالفرنسويه قالوا لي il est atteint d'une maladie incurable. incurable معناها ما فيها حتى شانس باش يبرأ، ولذا الراجل باش يمشي. اليوم مزالي في الحكم، مزالي هو ولا الشخص اللي احنا مساندينه المرحوم محمد مزالي، ونحبوه هو يخلف ونحبوه يولي يتعاون مع فرنسا، ولذا ما حبيناش نقلقوه باللي صاير في 84 وفي للاتحاد، وكل الاتحاد قال لي يلا غلط، احنا عندنا اهداف، عندنا مصالح، المصالح نتاعنا تو مع محمد مزالي مش فهمت، ولذا ما نجموش نقلقوه. كتبته هذا في جريده لابريس، تو يجي عام ونص ينجموا. شكون الشخص اللي كان هما ناويين عليه باش يخلف؟ كان وزير الخارجيه بتاع تونس بورقيبه عينه، في اخر كان سفير في فرنسا يعرفوه برشا ناس، سفير تونس في فرنسا فهمت مده طويله، ومن بعد ولا كان هو برا باش يكون حاطينه لوروم الرجل اللي مراهنين عليه باش يخلف الرئيس بورقيبه فهمت. هذا عام 78، ولذا وقت اللي جات الازمه نتاع 26 جانفي استغلوها باش عملوا حمله شعواء ضد المرحوم الهادي نويرة. مرحوم الهادي نويرة نختلفوا معه في بعض حاجات كذا، احنا كنت في مع حركه الديمقراطيين الاشتراكيين مع احمد مستيري، وكنا نحبوا اكثر تفتح واكثر كذا، لكن من بعد سلطات، لكن الراجل وطني، لكن بعد سلطات فرنسيه قلت حسب الديريكتور نتاع لوموند ساندو، ما تساندوش ضده تحب الشخص الاخر اللي قلت كان اي عام 84 ما عادش عندهم ما ينجموش يعملوا عليه لانه اصيب بمرض. بديل شكون وقتها؟ نعم شكون بعد 84 ولا ما عندهمش خيار، البديل هو مزالي، واستقبلوه في باريس وعملوا له استقبال نتاع رئيس دوله معروفه هذه في التاريخ يعرفوها. فباش نوريك اللي الصحافه الفرنسويه تمشي حسب مصلحه البلاد، مش لا فما حريه اعلام ولا فما الحق في الاعلاء المعلومه الصحيحه ولا فما حتى شيء بالنسبه لنا احنا. دوغول وقتها قال لهم انتقدوا حكومتي انا وانتقدوا السياسه نتاع حكومتي انا، لكن
كي تكتبوا على الخارج تكتبوا حسب مصلحة فرنسا، مش حسب اللي تعلمتوه. هي ديغول ديغول قالها لهم بعد الحرب العالمية، فهم مطبقينها. مستحيل توا يكتبوا بتنسيق كلي وتام مع الكي دورسي اللي هي وزارة الخارجية الفرنسوية. وهذا وقع معناها الرئيس مدير جريدة لوموند قاله لي ليان لاني فما علاقه، عملت علاقه معاه، علاقه معناها بعد ذاك التربص اللي عملته في لوموند. فانا شنو الدعوه نتاعي؟ انه الصحافه التونسيه ما تكتبش كيما يجي وكيما يلزم تساند، يلزمها تكتب حسب مصلحة تونس، ما تسند حتى حد. مصلحة تونس، المصلحة نتاع تونس يلزمها فين مصلحة تونس، فين هي. ما نمشيوش في ركاب القوى الخارجية اللي يحب تلعب بالإعلام وتلعب بالدولة وتلعب بالدنيا كلها. نشكرك، بارك الله فيك.